إشراقات، برنامج حواري وتربوي واجتماعي. إشراقات، برنامج يلامس قضايا المجتمع المغربي واهتماماته. إشراقات، إعداد وتقديم سعاد جنين، إخراج إيمان مزاحم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيرة النبوية مستمعية ليست مجرد أحداث تاريخية، بل هي السراج المنير المزيح لكل الظلمات والجهالات، وأول وأهم ما كشفت عنه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بضيائها المعتقد، حيث عملت على توحيده وتصفيته من شوائب الشرك والأهواء لتتوحد القلوب وترص الصفوف. فما المنهج النبوي في كل ذلك، وكيف نتحرر بالتوحيد في واقعنا من الأهواء والتبعات والمغريات لتحقيق حياة طيبة في الدنيا والآخرة؟ لمعرفة ذلك مستمعي الكرام، تسعدنا استضافة فضيلة الأستاذ سيدي رشيد المعاشي، إمام وخطيب تابع للمجلس العلمي المحلي لشتوكة أيتباها، وأستاذ للعلوم الشرعية بالتعليم العتيق. مؤلفاته عديدة، أهم وزاد الخطيب في الإعداد للخطبة والوعظ والإرشاد، ومنهاج السادة الخطباء في إعداد الخطب الغراء، ثم إتحاف الواعظين والواعظات بدروس الوعظ في المناسبات. أستاذي الكريم، مرحبا بكم وشكر الله لكم قبول دعوة البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا فضيلة الأستاذة على حسن الاستضافة وعلى إتاحة الفرصة من أجل الحضور معكم على أثير هذه الإذاعة المباركة. بارك الله فيكم. أستاذي الجامع بين كل الرسالات السماوية التوحيد، ماذا نقصد أستاذي بالتوحيد؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه ورشده. أولا وقبل كل شيء أتقدم بالشكر الجزيل إليكم فضيلة الأستاذة على حسن اختيار هذا الموضوع وعلى إتاحة الفرصة من أجل الحديث فيه، والشكر موصول كذلك بجميع أطر إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم المباركة، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لها الدوام والاستمرار في نفع العباد والبلاد، آمين يا رب العالمين. ثانيا، جوابا على سؤالك، فالتوحيد أولا من جهة اللغة والاصطلاح، لأنه لا بد أولا من تحديد المفاهيم، لأن فهم معنى التوحيد هو المفتاح لفهم هذا الموضوع كله. فالتوحيد في اللغة هو أن تجعل الشيء واحدا، أو أن تعلم بأن هذا الشيء واحد. قال الإمام البيجوري رحمه الله تعالى في حاشيته على الجوهرة: والتوحيد لغة العلم بأن الشيء واحد. يعني هذا هو المعنى اللغوي ديال التوحيد، أنك تعرف بأن هذا الشيء هو واحد وليس متعددا. هذا من الناحية اللغوية. وأما في الاصطلاح الشرعي فيقول الإمام السفاريني رحمه الله تعالى: التوحيد هو إفراد المعبود سبحانه وتعالى بالعبادة مع اعتقاد وحدانيته ذاتا وصفات وأفعالا. وهذا التعريف من الأهمية بمكان أننا نوقف عليه. يعني كيقول الإمام السفاريني رحمه الله: التوحيد هو أنك تفرض الله سبحانه وتعالى بالعبادة، بمعنى أنك تصرف العبادة ديالك لله سبحانه وتعالى وحده دون غيره، مع اعتقاد أن هذا الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته. ما معنى واحد في ذاته؟ بمعنى أنه ليست في الوجود ذات تشبه ذات الله سبحانه وتعالى، وواحد في صفاته، بمعنى أنه ليست هناك صفة في الوجود تشبه صفات الله سبحانه وتعالى.
وواحد في أفعاله، بمعنى أنه ليس في الوجود أو ليست في الوجود أفعال تشبه أفعال الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول الله عز وجل ليس كمثله شيء. وقوله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد إلى قوله في آخر السورة ولم يكن له كفوا أحد. وهذا التوحيد وهذه الأقسام الثلاثية هي التي أشار إليها الإمام ابن عاشر رحمه الله في منظومته المرشد المعين، حيث قال ووحدة الذات ووصف والفعال. فقد أشار من بين الصفات الواجبة لله سبحانه وتعالى الوحدانية في الذات والصفات والأفعال سبحانه وتعالى. وقد سمي هذا العلم سمي بعلم التوحيد رغم أن له عدة أسماء، يسمى بعلم الكلام ويسمى بعلم العقيدة، ولكنه سمي بعلم التوحيد لأن الكلام في وحدانية الله تعالى هو أعظم المباحث. أعظم مباحث هذا العلم هو الكلام في وحدانية الله عز وجل، في وجوده، في قدرته، في كل ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. وإلا فهذا العلم فيه ثلاثة محاور كبرى، ثلاثة المحاور اللي هي كيدور عليها علم التوحيد عموما. المحور الأول هو محور الإلهيات، وكيتناول هذا المحور كل ما يتعلق بالذات الإلهية مما يجب أن تتصف به من صفات الكمال وما يجب أن تتنزه عنه من صفات النقص. المحور الثاني يسمى محور النبوات، وكيتناول هذا المحور كل ما يتعلق بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام مما يجب أن يتصف به من الصفات الكمالية البشرية وما يجب أن يتنزه عنه من صفات النقص. والمحور الثالث الأخير هو محور السمعيات، ويتناول كل ما يتعلق بالغيبيات من الإيمان بالملائكة واليوم الآخر والجنة والنار وغير ذلك. واضح أستاذي، بارك الله فيكم. أعطيتنا يعني واحد الصورة مجملة عن مفهوم التوحيد وعن هذا العلم، علم قائم بذاته وعلم التوحيد، وهو ما يعرف بالعقيدة وكما أشرتم بالفقه الأكبر وتعددت مسمياته. وقد جعل صلى الله عليه وسلم هذا التوحيد هو الأول ما ركز عليه في دعوته صلى الله عليه وسلم، هو تصحيح هذا المعتقد في طول مسيرته الدعوية بدءا بالعهد المكي. أستاذي، إذن منهجه صلى الله عليه وسلم في العهد المكي في تقرير توحيد الله عز وجل. نعلم جميعا أن أول ما يعتني به الرسل عليهم الصلاة والسلام فور بعثتهم هو تصحيح المعتقد. نعم، هذا أمر معلوم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سيرته عليه الصلاة والسلام. أول شيء، أول ما يسلط عليه الضوء هو تصحيح عقيدة الناس وإرشادهم إلى توحيد الله تعالى. كما يقول الله عز وجل في القرآن آيات كثيرة جدا تؤصل لهذا الأمر وتؤطره، مثلا كقول الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكقوله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والأنبياء السابقين كلهم هذه هي أول نقطة كيركزوا عليها. كيقول الله عز وجل مثلا عن سيدنا شعيب وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ويقول عن سيدنا هود وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والكثير من الأنبياء ذكرهم القرآن بأنهم يسلطون الضوء على تصحيح المعتقد أولا قبل المرور إلى البناء عليه، لأن هذا المعتقد هو الأساس. ومن أجل تحقيق هذه الغاية هذه كان الرسول عليه الصلاة والسلام كيستغرق الوقت ديالو كلها في تصحيح هذا المعتقد، كيستغرق الوقت ديالو كلها يعني في الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وتغيير التصورات والأفكار الجاهلية اللي كانت منتشرة في ذيك الحقبة وهدمها في نفوس أصحابها. واستمر ذلك مدة 13 سنة. كان صلى الله عليه وسلم لا يعدو أن يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذا المعنى
هي التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عنها، ترسيخ العقيدة الصحيحة والتوحيد الله سبحانه وتعالى في قلوب الناس. وكان القرآن الكريم حتى هو كيواكب هذه المرحلة هذه بما يناسبها من الحجاج والأدلة والبراهين والمجادلة بالتي هي أحسن لأهل مكة. مثلا كإثبات وجود الله سبحانه وتعالى، العديد من الآيات أو من الصور المكية نزلت من أجل تقرير وجود الله سبحانه وتعالى وإثبات وحدانيته سبحانه وتعالى. مثلا كقوله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، بمعنى أن الإنسان ينبغي أن يفكر لكي يدرك وجود الله عز وجل فيؤمن به. لا بد أن يفكر في المخلوقات وفيما أبدعه الله سبحانه وتعالى وأتقن صنعه، والآيات في هذا السياق كثيرة جدا. وكذلك هناك آيات مكية كثيرة تتحدث عن إبطال ألوهية الأصنام، لأن أهل الجاهلية كما تعلمون كانوا يعتقدون أن الأصنام تضر وتنفع، وهكذا كانوا يعبدونها من دون الله تعالى أو مع الله تعالى. من هذه الآيات قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وكقوله سبحانه وتعالى: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وكإثبات وحدانية الله عز وجل كذلك، لأن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون تعدد الآلهة، ولذلك الكثير من الصور المكية والآيات التي المندرجة فيها كانت تتحدث عن هذا الأمر، وكانت تأتي بالحجج الدامغة والبراهين القطعية على أن الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. من هذه الآيات مثلا قوله سبحانه وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وكقوله سبحانه وتعالى: قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وكإيراد القرآن لقصة سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام مع أبيه وقومه، التي يقول فيها الحق سبحانه وتعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. إذن واضح كما حكى القرآن الكريم يعني يريد أن يثبت لهم وجود الله سبحانه وتعالى ووحدانيته سبحانه وتعالى حيث أثبت عجز الأصنام عن التصرف وأثبت لله سبحانه وتعالى القدرة والوحدانية. واضح أستاذي، إذن توحيد الله عز وجل هي الرسالة الجامعة بين كل الأنبياء وكل الرسل، وقامت هذه التوحيد الذي هو أساس هذا الدين بالحجج والبراهين والأدلة العقلية والنقلية لتحرير العقول والقلوب من عبادة غير الله عز وجل. وقد استمر ذلك في سيرته صلى الله عليه
عليه وسلم 13 سنة، وعلى أساس هذا التوحيد الذي استمر كل هذه المدة استمر كذلك في العهد المدني من خلال البناء عليه، البناء على التوحيد الخالص، بناء مجتمع المدينة النبوية من خلال مجموعة من المحطات ومجموعة من المواقف التي تجلى فيها هذا التوحيد. أستاذي لو تقربنا من ذلك في العهد المدني. قبل أن ننتقل لهذا الأمر هذا، فقط نريد أن نبين لماذا لأننا رأينا الآن كيف تم ذلك منهجه صلى الله عليه وسلم في توحيد أو في توحيد المعتقد أو تحرير المعتقد. الآن لماذا اهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجانب العقدي أو بجانب التوحيد قبل أن ينتقل إلى البناء؟ لماذا اهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتطهير القلوب من أدناس الشرك قبل أن يبني عليها ما يتعلق بالأحكام؟ لماذا؟ لأن تخلية القلوب من ظلمات الشرك أمر ضروري قبل تحليتها بأنوار الإيمان. أكيد. لأن مما هو معلوم أن القلب هو الملك ديال الأعضاء، تصلح بصلاحه وتفسد بفساده، كما جاء في الحديث المشهور اللي كيقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكيقول سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه: القلب ملك الأعضاء والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده وإذا خبث الملك خبثت جنوده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم، قالها 3 مرات. كما أن أصل التقوى والصلاح كيعتبر الشرع بأن التقوى والصلاح أصلهما القلب، فإذا صلح القلب وحصلت فيه التقوى والصلاح انعكس ذلك على واقع الإنسان. وقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم. كانوا على أتقى قلب، ذكر هنا القلب ولم يذكر الجوارح، لأن التقوى منشأها وأصلها القلب. واضح أستاذي. إذن تطهير هذا القلب من الشوائب العقدي التي لا توافق المنهج الرباني هي الأساس لبناء أو لتحليته من جديد بتشريعات وبأحكام جديدة، وربما هذا هو الأساس في بناء العهد المدني أستاذي، في بناء المجتمع. كل إصلاح للظاهر لا بد أن ينطلق من الباطن وهو القلب. ولهذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بتنقية القلوب من المعتقدات الفاسدة. هنا كنتذكر واحد المقولة ديال يحيى بن معاذ رحمه الله، كيقول رحمه الله: القلوب كالقدور في الصدور تغلي بما فيها ومغارفها ألسنتها، فانتظر الرجل حتى يتكلم فإن لسانه يغترف لك مما في قلبه من بين حلو وحامض وعذب وأجاج، يخبرك عن طعم قلبه اغتراف لسانه، وسائر الجوارح إنما تتحرك على وفق ما يوجد في القلب. ولله در الشاعر القائل: ويأبى الذي في القلب إلا تبينا وكل إناء بالذي فيه ينضح. نعم واضح أستاذ. وإذن أستاذي من خلال ما قدمتم وما بينتم في دور التوحيد في تطهير القلوب وتخلية هذه القلوب لإعدادها لتلقي الأحكام الجديدة والتشريعات الجديدة بخاصة في العهد المدني، إذن نبغي نعرف معكم أستاذي كيف ساهم هذا التوحيد في بناء مجتمع مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم أستاذة، فالتوحيد لولاه لما تحرر الإنسان من أهوائه. فقد رأينا في الإجابة عن السؤال الأول أن التوحيد
هو إفراد الله عز وجل وحده بالعبادة. هذا الإفراد بالعبادة عنده واحد المقتضى، هذا المقتضى دياله هو أن يتحرر العبد من جميع أنواع العبودية لغير الله. لأن هذا ما يقتضيه إفراد الله عز وجل بالعبادة، ومن ذلك الغير الهوى. يعني ملي كيتحرر الإنسان من كل أنواع العبودية خصو يتحرر من عبادة الهوى الذي يؤدي بالإنسان إلى الهاوية كما يقال. لأن الهوى ما كيأمر الإنسان وما كياخذ بيديه إلا إلى الخصال السيئة والأخلاق السيئة، إلى الأنانية والسلبية والعداوة والبغضاء وغيرها من مساوئ الخصال. لذلك جاءت نصوص عديدة كتحذرنا منها. كيقول الله سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. هذا الاستفهام هذا اللي كاين في هذه الآية الكريمة، ومن أضل ممن اتبع هواه، هذا يسمى استفهام إنكاري، بمعنى أنه ليس هناك من هو أضل منه، بمعنى أنه أكثر الناس ضلالا الذي يتبع هواه ويحاول أن يرضي هواه. كذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به، أي لا يكون إيمانه كاملا. هذا هو المقصود. لا يؤمن أحدكم بمعنى لا يكون إيمانه كاملا، أما الأصل ديال الإيمان موجود. لا يكون إيمانه كاملا حتى يحقق العبودية الكاملة لله وحده سبحانه وتعالى. وتحقيق هذه العبودية فاش كيكون؟ في ماذا يتجلى؟ يتجلى بانعكاس توحيد والإيمان على واقع الإنسان، خصو يبان في واقعه. لأن من المعلوم عندنا معاشر أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، والإيمان لم يفرضه علينا الله سبحانه وتعالى لكي يدفن في قلوبنا ويبقى دون أن يظهر على الواقع. هذا غير موجود. فالإيمان له شق في القلب وله شق يظهر في الجوارح. وهذا الإيمان هذا يزيد بالطاعات، وخاصة يعني ما كان منها متعديا. الطاعات المتعدية هي الأفضل ويزيد بها الإيمان. والطاعات المتعدية هي التي يستفيد منها صاحبها، يستفيد من هذاك اللي دارها بالأجر والثواب، وكيستفيد منها من فعلت له. لأن العبادات نوعان من هذا الجانب هذا. كاين العبادات اللازمة. العبادات اللازمة هي اللي كيديرها الإنسان وكيستفيد منها بوحده، بحال الصلاة، بحال الصيام، بحال ذكر الله عز وجل، بحال قراءة القرآن. هذه عبادات لازمة بمعنى أنك أنت المستفيد وحدك. وهناك عبادات متعدية كتنتفع بها أنت وينتفع بها غيرك، بحال الصدقات، بحال الإحسان إلى الجار، بحال واحد العدد ديال العبادات متعدية. هنا يعني هي أفضل. وإذا من النصوص المؤطرة لهذه المسألة هذه يعني تجلي توحيد على سلوك الإنسان وتحرير الإنسان بالتوحيد من الهوى. من النصوص المؤطرة له مثلا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام كيف ربط بين الإيمان والعمل. من كان يؤمن، كيقول الإمام ابن حجر رحمه الله، قول الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا. تدل هذه الأحاديث على أن العمل داخل في مسمى الإيمان، بمعنى أنه الإيمان لا يكون كاملا إلا إذا انعكس على الواقع وحرر الإنسان من أهوائه وانحرافاته، فصار عضوا فعالا في مجتمعه وإنسانا إيجابيا في مجتمعه. كذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. إذا شوف كيف ينعكس الإيمان على الأخلاق ويحرر الإنسان من أهوائه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذن بهذا يتضح أن التوحيد الحقيقي هو الذي يحرر الإنسان من أهوائه وينعكس إيجابيا على سلوكه وأخلاقه.
واضح أستاذي. إذن كما أشرتم العمل هو داخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان هو شق منه في القلب وشق منه في الجوارح، وجوارح الإنسان هي دليل على ما في هذا القلب من إيمان، من خلال التصرفات، من خلال المعاملات بين الآخر كيفما كان، حتى المعاملات أستاذي مع غير المسلمين تبرز وتبين مدى الإيمان الذي في هذا قلب المسلم. وهذا واضح أستاذي في الفتوحات وفي غيرها، كيف من أخلاق المسلمين يدخل العديد إلى الإسلام من خلال التمثل التوحيد في المعاملات أستاذي. نعم. إذن أستاذي تابعنا معكم كيف أن التوحيد يحرر الإنسان من عبادة غير الله، وكيف أن هذا التوحيد ينعكس على الأخلاق هذا الإنسان، وأن العمل هذا الإنسان هو شق من هذا التوحيد. إذن التوحيد هو الرسالة العظمى إلى أن يرث الله، الرسالة الدائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. تصيبنا أستاذي محطات من الفتور ومن الضعف أمام التحديات والأهواء والمغريات. كيف نحرر النفس من ذلك، من الهوى ومن الأنانية، حتى نحيا الحياة الطيبة أستاذي؟ نعم. هذا الأمر يتعلق بالناشئة. كيف نربي الناشئة على التحرر من هوى النفس من خلال التوحيد؟ نعم أستاذ، هذا هو السؤال. هذا هو السؤال أستاذي. إذن تربية الناشئة على التحرر من هوى النفس كيكون بغرس التوحيد في قلوبهم. هذا من جهة، ومن جهة حنا الإنسان كيصيب واحد الضعف، رغم أنه كيأدي العبادات مثلا في الوقت ديالها ومحافظ عليها، كيجي واحد الفتور نفسي أستاذي ويتهاون ويتكاسل. نعم، هذا شيء طبيعي في الإنسان. فالإنسان تأتي عليه ساعات وتأتي عليه أوقات يصيبه الفتور. نعم. بل وينحرف في بعض الأحيان عن طريق الله سبحانه وتعالى. ولكن ينبغي أن نفرق بين الإنسان الذي يصيبه الفتور فيستمر على هذا الفتور، نعم، وبين الإنسان الذي يصيبه الفتور فلا يلبث أن يرجع ويتوب ويستغفر الله سبحانه وتعالى. فالإنسان الذي يصيبه الفتور ثم يستمر ويصر وينحرف عن طريق الله سبحانه وتعالى، فهذا شيخه في هذا الأمر وقدوته هو إبليس. حينما عصى الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل له لما لم تسجد، لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ ماذا قال إبليس؟ أنا خير منه خلقتني من نار. استمر وأصر على هذه المخالفة، فكان المصيره أن لعنه الله عز وجل وطرده من رحمته. وأما إذا أصابه هذا الفتور فتذكر ورجع، فهذه الصفة من صفات المتقين الصالحين. يقول الله سبحانه وتعالى في ذلك والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. إذا الخلاصة أن الإنسان حينما يصيبه هذا الفتور وهذا العجز والكسل ينبغي أن يذكر الله عز وجل ويرجع ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويحاول الاستمرار والتمسك بطريق الله سبحانه وتعالى. وكيف نرسخ ذلك في الناشئ أستاذي اللي هم أبناء المستقبل ورجال المستقبل أستاذي؟ نعم، فعلا الناشئة هم يعني بنات اليوم هم نساء الغد، وأبناء اليوم هم رجال الغد. لذلك ينبغي الاعتناء بهذا الأمر وأن نحاول تحريرهم من كل أنواع الهوى
لكي يصبحوا إن شاء الله تعالى في المستقبل أعضاء في مجتمعهم، أعضاء إيجابيين إن شاء الله تعالى. والوسيلة إلى ذلك ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لن نتجاوز ما فعله رسول الله. كيف ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ ما بدأ به أولا هو غرس تلك العقيدة، هو تنقية قلوبهم. فالأطفال يسهل تعليمهم ويسهل غرس العقيدة في قلوبهم، لأن التعليم في الصغر كالحجر كما يقال، ومن شب على شيء شاب عليه. لذلك اهتم الرسول عليه الصلاة والسلام بتعليم صغار الصحابة الكرام، كيعلمهم أمور التوحيد ومسائله، مما يدل على ذلك مثلا الأحاديث كثيرة، مما يدل على ذلك الحديث اللي رواه الإمام ابن ماجه عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، جمع حزورة، يعني الغلام الذي اشتد وقوي. نحن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان أشداء أقوياء، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يركز على غرس العقيدة السليمة في نفوس الأطفال. ومن الأحاديث كذلك حديث ابن عباس المشهور الذي يقول فيه رضي الله عنه: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وإذا استقر هذا التوحيد هذا في القلوب ديال الناشئة، راه كاين عكس ضرورة على السلوك ديالهم. كما قال الله سبحانه وتعالى على كلمة التوحيد اللي هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال عليها في القرآن: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. معنى الآية الكريمة أن كلمة التوحيد حينما تستقر في القلب وكيتشبع بها الإنسان وكيعرف المعنى ديالها، ما يجب لله عز وجل وما يجوز وما يستحيل، ما يجب للرسول عليهم الصلاة والسلام وما يجوز وما يستحيل، فإن هذا التشبع بالمعنى ديال هذه الكلمة هذه وهذه الحمولة ديالها ينعكس على أخلاق الطفل، بحيث إنه يراقب الله سبحانه وتعالى في سره وعلانيته، ويتحلى بمكارم الأخلاق في سره وعلانيته كذلك. بارك الله فيكم أستاذي بهذه الخلاصة الجامعة لمعاني الإيمان وضرورة استقرارها وترسيخها في قلوب الناشئة والأطفال، لأنهم رجال المستقبل أستاذي، لأن التوحيد هو صلاح هذا الفرد وصلاح المجتمع، لا يستقيم ولا يطيب حياته إلا بالتوحيد الخالص. أجدد لكم الشكر فضيلة الأستاذ سيدي رشيد المعاشي، أنتم إمام وخطيب تابع للمجلس العلمي لشتوكة أيتباه وأستاذ للتعليم العتيق. بارك الله فيكم وشكر الله لكم. لجميع المستمعين المتتبعين الأوفياء لبرنامجهم إشراقات، إلى أن يتجدد بحضراتكم اللقاء مستمعي الكرام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إشراقات، برنامج حواري وتربوي واجتماعي. إشراقات، برنامج يلامس قضايا المجتمع المغربي واهتماماته. إشراقات، إعداد وتقديم سعاد جنين، إخراج إيمان مزاحم. على